هو انت ليه صعب تبيع الاتش ار؟ الاتش ار بس هو اللي يفهم الكلام ده. الاتش ار مش عميل، ده فلتر بشري. الناس اللي شغاله في الاتش ار متعوده تقابل شخصيات مختلفه كل يوم وتقرا لغه الجسد وتعرف من اول ثانيه اذا كنت انت صادق ولا قاعد بتبيع وخلاص. فلو انت فاكر انك هتسلكها بكلمتين، لا، ده هيقفشك من اول جمله. والمصيبه ان الاسئله اللي هيسالها لك مش زي اسئله اي عميل، دي اسئله لجنه تعيين شغل. يعني مثلا ممكن تلاقيه بادئ يقول لك شايف العقار ده فين بعد 5 سنين؟ ايه اللي خليني اشتريه؟ وايه اللي خليني ما اشتريهوش؟ طب لو المطور اتاخر في التسليم، ايه هي الفرص البديله؟ الاتش ار مش هيعمل كده عشان يتعبك، ده جزء من تفكيره، بيدور على الصح وبيشوف الصوره كامله وبيعرف الاسوأ قبل الافضل. وعلى قد ما ده ممكن يعمل لك ضغط، بس هو في الحقيقه عميل محترم عايز ياخد قرار منطقي ومن مستشار فاهم، مش بياع بيعرض له فرصه وخلاص. لو انت مستشار عقاري فاهم، هتعرف ترد على كل سؤال بثقه ومن غير مبالغه ومن غير تهويل، وهتديله مشروع واضح وضمانات واضحه وصوره مستقبليه حقيقيه. وقتها الاتش ار هيحترمك، ولما يحترمك هياخد القرار وهو مطمن. لو انت اتش ار قول لي رايك في الكلام ده ايه، وما تنساش تتابعني.